اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناه خديجه ستوريز. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش راكم مبروكه؟ تكونوا بالف خير وانتم كتسمعوا معايا لهاد القصه. هاد القصه الاحداث ديالها كتدور على البنت ملي كتفرط في الشرف ديالها، يعني هي وزهرها، لقات اللي غادي يسترها ويحترمها او لا غادي تلقى اللي دلها ويحقرها. هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم. واحد السيدة سميتها نعيمة وعندها ولدها سميتو رشيد. هذاك رشيد كان خدام مزيان وكان هو الوحيد ديال مو، وكانت الام ديالو مدصراه، يعني هو كبر بلا اب، يعني باه كان مات وهو كان صغير. نعيمة فشات ولدها بزاف، يعني الغابرة ديالو واللي حاضره ديالو حتى اللي ما حاضراش حتى هي ديالو. المهم هاد رشيد بعد ما كبر وخدم زاد صر ولا من هاد البنت لهاد البنت، من هاد البنت لهاد البنت، وحتى شي وحده ما عارفه الاخرى. المهم كانوا البنات اللي شافها ديالو. المهم تلاقى بواحد البنت سميتها منال. هاد منال ظريفه بزاف وبنت دارهم ومربيه، ولكن هو كان كيلعب على العواطف، وكان كيبين انه راجل معقول ومعقول بزاف، وبين لها ان مو مني غادي تجي من السفر غادي تخطبها ليه، وهي مو نعيمه غير في الدار وغير في بلادها ما عندها فين سافرات. المهم بقى كيطمع ديك البنت والام ديالي في الخارج، راني بغيتك للزواج كذا وكذا. بقى عليها بالحيله 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 حتى استدرجها. مني استدرجها ضيع لها الشرف ديالها. بعد ما سالق وقضى الغرض ديالو كيقول لها انتيا ليا وانا ليك، حتى شي حد ما غادي يحيدك ليا. قالت لي هي اللي جيتي خطبتيني، قال لها راه مجرد ما تجي الوالده من السفر راه حنا غنجيو نخطبوك، كوني هانيه. المهم البنت بقات كتبكي وشخصيتها ضعافت، يعني حسات براسها انها وقعت واحد الخطا اللي هو خيب، لا قدام راسها ولا قدامه حتى هو، مع انه هو مشارك وهو اللي استدرجها. دازت الايام ومشات الايام حتى منال حسات براسها بانها ماشي هي هذيك، وتعطلت عليها العاده الشهريه. مشات لعندو قالت لي تعطلت عليا العاده الشهريه. قال لها لا لا راه غير يمكن هرمونات، نتوما البنات هكا كيوقع لكم. قالت ليه لا عمرها ما تعطلات عليا انا. قال لها سيري بعدا كاينه دوزي وشوفي شنو كاين. المهم ما كانش من العاكزين، دوزات وتاكد بانها حامله. كيف عرفها انها حامله؟ السيد تسيف عليها ولا واحد اخر وكانه ما كيعرفهاش، ولا كيبان لها انها قوي وهي نزلات لتحت، المستوى ديالها هبط، ولات كتقول ياه ولد الناس انا اللي ثقت فيك. المهم بقات معاه حتى طفى عليها التليفون، انكرها ما بقاش باغي يعرفها ولا منين يجيها. المهم بقات كتسول في الحومه ديالهم حتى عرفات دارهم، وعرفات بان امو كاينه ما مسافره ما حتى شي حاجه. المهم هي ما قدرت تقول لوالديها حتى شي حاجه، لان الا عرفوها غادي يقتلوها. والديها مربين على الاخلاق وقراوها في مدارس عليا، ولكن هي تاقت في هذا السيد ومشات معاه وصدقات حامله منو كاع. المهم توصلت برقم الشقه ديالهم من عند الحارس وطلعت. مني طلعت كتصوني كتخرج ليها الام ديالو نعيمه. قالت لها واش كاين رشيد؟ قالت لها ما كاينش. كنتي اللي كتسولي عليه؟ قالت لها انا منال، قول ليه منال. المهم الام ديالو عيطات ليه قالت ليه راه ولدي راه شي بنت هنايا سميتها منال كتعيط لك وبغاتك في ضروري. قال لها شوف الوالده هذيك منال قول لها ما بقاش ساكن هنا. قالت لي شنو وقع لك معاه؟ قال الوالده غلطت معاها وشوفي كيفاش دير ليا تلقاي ليا حل. قالت لها شوفي بنتي هذا الولد راه ما بقاش ساكن هنا وما عندنا ما نديرو ليه. قالت لها شوفي والله قالت لها ما دار معايا حل، قالت لها حتى غادي ندي فين يتربى. قالت لها في الاول قالت لها ضحك عليا واستدرجني وكيقول لي انك راكي مسافره وغادي يجي يخطبني، وكيقول لي انت يا مراتي في السماء وفي الارض. انا ثقت فيه. والمهم قالت لها انا ما بغيتش، انا حقوقي انا بغيت حق هذا الشيء اللي في كرشي، انا ما يمكنليش انا نضيع هذا الشيء اللي في كرشي. المهم نوضات معها الصداع وجرات عليها. نعيمه فاش جا ولدها قالت لي ولدي رشيد هادشي اللي درتي راه صعيب، الناس راه غير كيضحكوا وكيف ما كيقولوا كينقبوا كيهربوا، انت كرش كاع راه بزاف ولدي.
قال لها شوف الوالده نزوه وكانت عابره، هي اللي ما دارتش الاحتياطات ديالها. المهم قالت لي خاصك تلقى حل، انا راه ما كتهمني لا هي ولا حتى شي حاجه. قالت لي كتهمني انت، ما خاصكش تمشي للحبس والسمعه ديالك في الخدمه والسمعه ديالنا وسط العائله. المهم قال لها اش بان لك الوالده؟ قالت لي اللي بان لي هو انك تكاتب معاها ومني تولد تكركبها. قال لها هادشي اللي بان لك؟ قالت لي هادشي اللي بان ليا. المهم ضغطوا على نفسهم ومشاو خطبوها قدام دارهم وجابوها. جابوها للدار، من نهارها ناضت التماره وناضت للشقه، فين ما كان شي تخمال مانا اللي كديرو، فين ما كانت شي حاجه صعيبه مانا اللي كديرها. الناس ينعسوا ومانا الفايقه، شافت الويل وشافت المحنه وشافت العذاب اللي ولات كتقول كون غير بقيت في دارنا اش داني نتعرف على شي حد. عمرني ما عرفت شي دري في حياتي، والاول اللي تقت فيه وعرفته شوف اشنو وقع ليا معاه. ولا على اتفه الاسباب كيضربها، كيكرهها لان كان تزوج بها، يعني رغما عليه، وانها دارها بحال دارت ليه داك الحمل اكسبري باش تشدو. هاد الشيء هو الافكار اللي داخله ليه هو المخو. هي البنت لا ما كانتش دارت، يعني البنت ما عارفاش، ما دارش احتياطاتها، يعني ما عارفاش وما ناوياش انها غادي توقع في شي علاقه اللي هي يعني غير شرعيه، ما كانش يعني دايره ليها البال. المهم تعذبات منال. نعيمه تزادت فيها القوه ديالها، ولات ما كتحملهاش وكتكرهها لانها كتعتبرها انها يعني وقفات ليها ضد حياة ولدها وضد مستقبله. كانت هي اللي بغات تزوجو، هي اللي بغات تفرح به، يعني كانت بغات تختار ليه هي العروسة. وجات منال في الطريق. المهم كانوا دائما كيدوزوا عليها الحرير، واخا ولات كرشها كبيرة خاصها تهز الزرابي، خاصها تصبن، خاصها دير كويس ديالها شي واحد لا بغاه. المهم اي حاجة ما دارتهاش، ابسط الحوايج نعيمة كتقولها لولدها وولدها كيضربها واخا حاملة. كتبكي مسكينه لدرجه انه واحد المره جرحها في الفم ديالها وما داهاش فيها. ولات كتقول رجعت لدارنا بهذا الحمل اش غادي نقول لهم؟ انا يلا تزوجت وراجعه قدام العائله، راه بزاف هذا الشيء حتى شي حد ما يقبلوا ليا. نعيمه مره كتجي عندها واحد بنت اختها اللي سميتها ليلى، وليلى عرفات والعائله عرفوا كيفاش منال تزوجات برشيد، وعرفوا بديك القصه المعلومه ديال الحمل الغير الشرعي. هاد ليلى فاش كتجي سبحان الله كتحنف منال بزاف بزاف بزاف، وكتشوفها انها محنه وكرشها لفمها، وهي اللي كتجفف، هي اللي كتغسل الماعن، هي اللي كتطلع نشار السطح. محنه ديك السيده، وعقود صغير جالسه كتفرج، خاصني قهيوه خاصني اتاي. المهم هذيك نعيمه العجوزه كتفرح بليلى مني كتجي بزاف، لانها هي اللي كانت ناويه تزوجها لولدها، وكتزيد كتحقد على منال لانها هي اللي وقفات في طريقهم. المهم اي حاجه كتقولها لرشيد، رشيد كيخبط منال يدقدقها باش ما كان. ومنال صابره لانها هازه في كرشها هذيك التربيه وما تقدرش بسرعه ترجع لدارهم قبل ما تولد وراجعه حامله قدام العائله، ما يمكنش. يعني ما قدراتش انها مسكينه تهبط لوالديها راسهم، يعني واخا كتاب انها تزوجت وحتى شي حد ما عرف شي حاجه. المهم ما بغاش ترجع وهي حامله قدام الناس. صبرات وعانات بزاف. ليلى كتمشي عند منال كتقول لها بزاف عليك اختي هادشي راني نعاونك، كتقول لها لا الا مشيتي حتى عاونتيني تشوفني خالتي ولا رشيد راه غادي يخاصموا عليا، غير خليني. المهم ليلى بقات فيها بزاف، كتمشي عند نعيمه كتقول لها الله يا خالتي الله، هذيك البنت مسكينه متقله وحامله، واخا كاع قالت ليها تكون دايره ما عرفتي شنو اللي ما يدارش. قالت لها راه كتبقى انسان، داكشي راه بزاف عليها. قالت لها ما بزاف عليها والو، راه خاص المراه الا بغات تولد طبيعيه راه خاصها تكون كتحرك وخاصها تكون. قالت لها انا ولدي كيفاش ولدتو رشيد؟ راه ماماك تعاود ليك. قالت لها انا ولدتو بوحدي عاد جات القابله. قالت لها ولكن كنت كنشقى وكنت نايضه وكنت واقفه. قالت لها خالتي الله يهديك، الجيل ديالكم راه ماشي هو الجيل ديالنا، هذه راه ساعه اخرى. قالت ليها راه غير كيبان لك هذا الجيل هو داك الجيل، كلنا ولاد 9 شهور. المهم ما تسوقاتش ليها. منال مطلعه ثاني حوايج ديال النشار طلعاتهم للسطح. ليلى كتشوف فين منال فين منال، قالت صافي لا ماشين سالات طلعات الحوايج.
طلعت للسطح، تبعاتها كتجري، بغات تعاونها في النشير. قالت لها والله ما تحطي فيهم يدك، انا صبقت لك الحلوف. قالت لها الا شافوك كتعاونيني راه النهار غادي يدوز عندك حل. اللهم اختي غير خليني، انا راه دائما هكا ماشي مشكل، الله كيعاونني. المهم ليلى مسكينه كتاسف ونزلات لتحت، ولات كتشوف بان خالتها بالفعل ظالمه. هذيك ليلى. رشيد في العشيه جا من الخدمه، خدا كاس ديال القهوه ديالو ودار الكوتي. منال مشات كترتاح في بيتها لانها عيات، ولكن هاد المره حتى شي واحد ما خاصم عليها، لا نعيمه ولا رشيد والو، لان رشيد كان بغى انه يبرك مع ليلى واحد شويه ويتحدث ليها. منال مسكينه مشات تكات في بيتها كترتاح. الحمد لله رشيد مشى عند ليلى كيدوي معاها. كيف دايره امورك، فين واصله، واش عندك شي علاقه كذا كذا. قلت لي واش دخلتي معايا في عظامي؟ قالوا انت داخله ليا في عظامي وعارفاني وتجمعيه مع مراتي وانا ما نسولش عليك. بنت خالتي من حقي نسول عليك او لا؟ قالت لي اي هالسيدي تسول عليا، ما عندي حتى شي علاقه في حياتي وما عندي حتى شي حاجه جديده نضيفها، يعني راك كتعرفني انا ليلى هي ليلى. قال لي واش ما تبغيش زعما ديري شي علاقه؟ قالت ليه لا انا ما عنديش مع دوك العلاقات. هو قالت ليها ولا جاب لك الله شي ولد الناس؟ قالت لي فين هما حتى ولاد الناس اللي جاب شي وحده كيتكرفص عليها؟ قال لها ما تقوليش هكاك، راه لا تكرفص شي واحد على شي وحده راه كدير ليه علاش. قالت ليه لا لا، الانسان كيبقى انسان وضروري الخصام، ولكن ماشي الانسان كاع يمحن خوه المسلم، راه هذا الشيء راه صعيب اللي كدير فيه. قال لها دخلي سوق راسك راني فهمتك اش كتقولي. قال لها انا راه دويت معاك الا كنتي باغاني انا للزواج، انا راني بغيتك ودائما كنت باغيك. وقالت لي وهاد بنت الناس وبكرشها. قال لها شوفي هاد بنت الناس هي اللي لصقات فيا. قالت لي عمر هاد الكلمه ما تقولها ودخلها راسك، ماشي هي اللي لصقات فيك انت. اللي قالت ليه انت مشارك معاها في هاد الجريمه، هذه كتسمى جريمه حملتيها، يعني حمل غير شرعي، وخاصك تحمل المسؤوليه معها، ماشي هي اللي متحمله. انا كنشوف ان هي اللي كتمحن وهي اللي متحمله المسؤوليه ديال الخطا، انت خاصك تهز مع هذا الخطا. قال لها واش شوفي الخطا راني هازو، انا كنتسناها حتى تولد وغادي نطلقها، صافي هاد الشيء اللي كاين. قالت لي هاد الشيء اللي قدرك عليه الله. قال لها هاد الشيء اللي قدرني عليه الله. قال لها وخلي لي شي وقيته نتلاقاو وندويو في امورنا، انا راه اللهم انت يا بنت خالتي دمي ولحمي، ولا نشوف شي وحده برانيه، هادي راه معمرني ما كنت كنبغيها. قلت لي واش غادي نقول لك، انت ما كنتيش كتبغيها ولاش وصلتي معاها لهاد الماصل؟ قال لها واش غادي نقول لك، الصراحه نقول لك نزوه وكانت عابره ولكن وقع الخطا. المهم ليلى قالت لي انا ما عندي ما نقول لك وما صافي ما نزيدش ندخلك في امورك. قال لي غير فكري فكري، انا راني باغيك للزواج. وقالت لي كي غدير في الولد؟ قال لي الولد انا نربيه ماشي مشكل، ما نخليش ولدي يتلاوح. قالت لي هذاك النهار هو اللي ما يكونش، ما يمكنش ليا نبني سعادتي على سعادات واحده اخرى، وخصوصا منال ظريفه والله يعمرها دار. المهم قلبات عليه ومشات بركات حدا خالتها. رشيد مشى عند مو وقال لها راني فاتحتها وكذا وكذا في الموضوع ديال الزواج وراها ما بغاتش. مو نعيمه قالت لي ولدي خلي داك الموضوع عليا، انا ليلى كتبغيني وكنبغيها وكنعرفوا كيفاش نقنعوا بعضياتنا. صافي الامور دازت هكاك حتى لواحد النهار نعيمه مشات عند ليلى للدار. قالت لها شوفي يا بنت اختي، قالت لها انت كتبغيني وانا كنبغيك وكنتفاهموا مع بعضياتنا. قالت لها راني بجيت نطلب يدك لولدي. قالت لها واش خالتي كتفكروا ولا ما كتفكروش؟ قالت لها هاد الشيء راه بزاف اللي كديري فيه انت وولدك. قالت لي شنو بنتي، الشرع اول حاجه عطاه 4، وثاني حاجه بنتي راه ما كيبغيهاش، راه غيطلقها وهي راه عارفه هاد الشيء. قلت لها خالتي انتي عزيزه صراحه وحليت فك عيني بعد ما ماما ماتت، ولكن قلت لها انا راه خفت نظلم بنت الناس. قالت لها بنتي راه ما عندك فاش غادي تظلميها، هي راه عارفه بانها غادي تطلق. قالت لها اللهم فيك نتيا وكتفاهمي معايا وكنتفاهم معاك، انا ما غاديش نجيب عاد مرات الولد وعاد غنبدا نشوفها كيفاش مربيه وعاد كيفاش غنتعامل معها، اللهم انا وياك مفاهمين والحمد لله ولدي راه حتى هو باغيك. المهم قالت لي الا كان هكا انني ما غاديش نضر هذيك السيده منال، راني متفقه صافي موافقه، ولكن بشرط. قالت لها الشرط يا بنتي؟ قالت لها نسمعها من فم منال بانها اصلا هي غادي تطلق منه وناويه تطلق منه. قالت لها هذا وكان؟ قالت لها هذا وكان خالتي نعرف بان ديك السيده راني ما جرحهاش وما معذباهاش، خاصني نسمعها من فمها. المهم اتفقوا على هكاك.
نعيمة رجعت للدار، اتصلت بولدها وقالت ليه راه الشرط ديال ليلى هاش كاين هاش كاين هاش كاين، خاصها تسمعها بفم منال بانها راها يعني ما ضرها في حتى شي حاجه. قال لها هذا وكان ساهله. قالت لي كي غدير لها؟ قال لها والله قال لها وما وافقات، قال لها تنخلي دمياتها سايلين. المهم رشيد كان قبيح في منال بزاف. منال كتفرج، مشى عندها رشيد وبرك حداه اش كديري؟ قالت لي كنتفرج. قال لها راه عندي منك واحد الطلب خاصك تنفذيه. قالت لي هذا وكان نوجد لك شي حاجه تاكلها؟ قال لها ماشي الماكله، الماكله راني كلت. قال لها انا راني باغي نتزوج وخاصك تسيني لي على ورقه ديال الموافقه. قالت لي كيفاش تزوج؟ قالوا على حنا لاش متفقين؟ لا ياك متفقين بانك غتولدي وغتطلقي؟ الشرع عطاني 4 وباغي نتزوج. بقات كتشوف فيه، قالها شنو كتشوفي شنو كتفكري؟ هادشي حنا متفقين عليه النهار الاول. غتسيني هي غتسيني. قالت ليه واخا غير ما تقلقش. سينات ليه في الورقه ومشاو كيدويو الليله في التليفون وقالوا ليها راها موافقه وسينات ليك. قالت لهم انا غدا انا جايه عندكم. جات عندهم ليلى الغدا ومشات عند منال ودوات معاها. قالت له واش بصح متفقين انك انت وياه من بعد ما تولدي غادي تطلقي؟ قالت لها اياه اختي هادشي علاش متفقين. قالت لها واش يضرك الحال الا تزوجت بيه؟ قالت لها لا اختي ما يضرنيش الحال. قالت لها انت في هاد العائله اللي حليت فيك عينيا. قالت لها وانت اللي غادي نطمئن انها غتربي لي ولدي. قالت لها الصراحه انا بغيتك من خاطري. ليلى قالت لها والله اختي قالت لها الا شحال دافعت عليك وبالفعل بغيتك. قالت لها بغيتك وما كرهتك شكون خلاك؟ قالت لها نكونوا بجوجنا اشنو فيها ما فات حتى شي حاجه. قالت لها حنيت فيك وعزيتي عليا، شفت داكشي اللي داز عليك. قالت لها هاد الشيء اختي النتيجه ديال البنات اللي كيضيعوا الشرف ديالهم. قالت لها انا غلطت، انا كندوز وانا كنتحاسب في الدنيا. قالت لها ليلى شوفي اختي غلطتوا بجوج. قالت لها غلطتوا بجوج، غير هو انت معترفه بالخطا ديالك وهما الاخرين راهما حقروا ركبوا. علاش؟ لانك انتيا ما اعترفتيش لداركم وما قلتيش لهم. لو كون قلتيها لداركم راه غاديين يوقفوا معاك وغيديروا لي حد. قالت لها الا هاد الكلام ما نقدرش نقولوا لدارنا، ما نقدرش نقول لهم انني مشيت مع شي واحد وغرب بيا نهائيا والنتيجه انا كنعيشها. المهم الحمد لله ليلى سمعات بان منال بالفعل راها غادا تطلق وغادا تمشي، وهذيك التربيه اللي في كرشها غادا تبقى عند نعيمه العجوزه وغادي تبقى عند ليلى. ومنال فرحات بان ليلى كانت مفاهمه معها وبغاتها. المهم تزوجات ليلى برشيد وجات للدار. ليلى ما بغاتش العرس نهائيا لان بقات فيها منال، وفي نفس الوقت ليلى حتى هي ما عندهاش الام اللي غتساعدها في العوين. المهم فضلات انه قالت لها حتى الا ان شاء الله كتاب ولد وراني ندير السبوع. المهم عاشوا مع بعضياتهم في امان الله. وليلى كانت دائما كتهز الحمل على منال. مني جات ليلى ولات منال الحمد لله مخفه في الشقه. حتى لواحد النهار منال صبحات كتوجع. ليلى كتجري عند عجوز نعيمه كتقول لها منال راه صبح فيها الوجع راها كتوجع. قالت لها وخليها حتى يطيب وجعها. قالت لها خالتي كيفاش يطيب وجعها؟ قالت لها ايه راه خاصها ماشي غادا توجع وغتولد، خاصها قالت لها تبقى كتوجع توجع وشويه عاد نعيط لرشيد يمشي يجيب لها قابله. قالت لها خالتي واش انت حماقيتي على قابله؟ قالت لها علاش مالو مخصوص؟ قالت لها علاش ما ديوهاش للكلينيك اولا السبيطار؟ قالت لها وانا ولدت رشيد عا في الدار قالك نديها للسبيطار. قالت لها خالتي داك النهار قلت لك نتوما عشتوا في وقت ودابا راه جيل اخر. خالتي ما كاش صحابك قلبك قاسي بحال هكا. قالت لها ماشي قلبي قاصح، قاصح مع اللي قلبه قاصح ومع الغدار. قالت لها السيده ما غدرات في والو. قالت لها السيده باقا صغيره وراه ولدك هو اللي غربيها. قالت له راه بجوجهم غالطين ما بغيتيش تدخلي هذه راسك. ما علينا خالتي عيطي لرشيد يديها للطبيب. قالت لها الطبيب اللي ما غاديش تحلم به. بقات منال مسكينه كتبكي وكتقول عتقوني عتقوني. نعيمه عيطات لولدها قالت ليه عيط الفلانه اللي هي القابله راها تجي تقابلها. المهم كتاب ليها والحمد لله ولدت في امان الله رغم القابله. ربي يحفظها وربي كان معاها. ولدت وليد ومسكينه بقات كترضع فيه وكتحاول انها ترضعه. المهم نهار 4 ايام جات العجوزه كتنوض فيها من فوق الناموسيه كتقول لها نوضي. كتقول لها وراني خالتي باقا نفيسه. كتقول لها نوضي وجدي الفطور ونوضي ديري ونوضي فعلي. ما قدراش تزعم على بنت ختها مشات لمرات ولدها الاولى. المهم
منال كتبكي كتقول لها خالتي راني ما قادراش وما نعستش البارح في الليل وكذا وكان كيبكي. قالت لها ماشي شغلي، دبري محيلك الفطور يوجد، نوضي قابلي الدار. قالت لها حنا الناس راه نهارهم كيوقفوا. قالت لها خالتي راه ماشي جيل هذا، قالت لها راه جيل واحد اخر، والزيدون راه كلشي باقي ناعس اليوم غير السبت، كلهم باقي ناعسين، رشيد وليلى كلشي باقي ناعس، لما غنوجدوا؟ قالت له وجديه نتيا على ما فاقوا. المهم ما قدراش تنوض وما قدراش يعني تحرك من بلاصه، لان كان عليها العيا وما خدات لا مقويات لا حتى شي حاجه. يعني مسكينه كيف ما ولدات كيف ما بقات هكاك وزيدها بالصهير. مشات نعيمه كتدق على رشيد، خبط 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 في الباب. نوض الهادي، مالها ما بغاش تنوض من الناموسيه اليوم 4 ايام. قال لها كيفاش ما بغاش تنوض؟ والله تتنوض، والله تتنوض، تعرف عتقول بني انا. ايوا المهم مشى جرجرها مسكينه، نوضها ديريكت للباب، خرجها بالبيجامه اللي على ظهرها. قال لها الولاده راك ولدتي والحليب راه في الفرماسيان، يلا غبري عليا كمارتك وبراسك غتوصلك. خرجت ليلى من الدوش بعد ما غسلت وجهها، كتشوف بان قربالة نايضة ومنال ما كيناش. كتقول لهم فين منال؟ قال لها منال صافي كيف ما اتفقنا راها ولدات الحليب راه من الفرماسيان، راها مشات لدارهم حتى توصلها براسها. قالت لي حرام عليك حرام عليك. قالت لي واش هذا ولدك ولا شنو؟ قال لي كيفاش ولدي ولا شنو؟ الحليب راه في الفرماسيان. قالت لي شوف السيده راها خاصها ترضع الولد تكون عنده المناعه، وهي خاصها ترضع راها مو. كتقول لها خالتي دوي واش نتيا تبغي لي فرقك على كبدتك؟ قالت لها انا راه ما تعديتش على ولاد الناس باش يفرقوني على كبدتي، انا تزوجت على سنه الله ورسوله. قالت لي راه حتى هي. قالت لها ولكن أنا ما جبتش كرش، انا مشيت بشاني وبمرشاني وبموافقه الوالدين. قالت لها هذيك راها مشات دارت لينا قالب باش تشدو وغادا تشد البرد دابا والريح. قالت لهم قلبكم شحال قاصح، والله ما كنتش كنعرفكم اشنو كتسووا حتى عشت معاكم، ما حنيتوا لا في الام ولا في التربيه ديالها، حرام عليكم. المهم قالوا لها ما كاين ما حرام علينا، هذا اتفاق كنا متفقينه معاها. بقات ناعمه مقابله هذيك التربيه وكتعطيها الحليب ديال الفرماسيان. المهم دازت عليها واحد يومين، خرجت نعيمه ورشيد باش يتسخروا يوجدوا شي وراق. قالوا ليلى ردي ليه البال، ها الرضاعه مصوبه، ها كلشي مصوب، ها ليكوش هذا. قالت لهم شوفوا انا راني ما كنعرفش التربيه وانا ما بغاش نربي ولاد الناس، انا من هنا نقولها لكم تحملوا مسؤوليتكم معاه. قالت له شوفي غادي تخليه معاك غير بين ما قادين ليه الوراق ديالو وها حنا جايين. ايوا صافي مشاو في حالاتهم. الليله ما كانتش من العاكزين، عيطات المنال قالت له شوفي واش انتي في داركم؟ قالت لها انا في دارنا. قالت له واش انتي في امان الله؟ قالت لها انا في امان الله. قاودت ليها قالت لها رانا قلت لهم راني تخاصمت معاه وغادي نطلقوه خليت ليه ولده. قالت لها شوفي الا بغيتي ولدك اجي لعندي. قلت لها بطبيعه الحال بغيت نرضعو. قالت لها واجي دابا. المهم ركبات الطاكسي وجات لعندها، رضعات الولد حتى شبعاتو مسكين، كان دائما كيبكي كيبكي كيبكي. الرضاعه ديال الفرماسيان ما كانش عاجبه لانه كان ولف حليب الام. منال باست ليلى وقالت لها عمرني ما ننسى خيرك في هذا الشيء اللي درتيه معايا. قالت لها ليلى شوفي السربي دغيا ما حدك دابا رضعتي الشبعان ها حوايجو انا وجدتهم لك الا بغيتي تديه ديه. قالت لها والله تنغامر معاك. قالت لها بصح اختي ما تخافيش على راسك. قالت لها اللي بغاو يديروها يديروها، انا همي في التربيه هي الاولى. قالت لها منال ما تضيعيش الوقت. قالت لها واش عندك شي فلوس؟ قالت لها ما نكذبش عليك بعت واحد السنسله وعندي شي فليسات. قالت لها وفين غادي تمشي دابا؟ قالت لها ما غاديش نمشي لدارنا. قالت لها حيت الا مشيت لدارنا غيمشيو يتبعوني وياخذوه ليا. قالت لها واش عندك باش تشكري بعدا؟ قالت لها راه بهذيك فلوس السنسله راني غادي نبدا نديباني هو الاول. ليلى ما كانش مسكينه يعني حقوده ولا حتى شي حاجه، بالعكس كان عندها قلبها ابيض. وقالت لها شوفي اختي التليفون عندك اللي احتاجيتيها فلوس قوليها لي. قالت لها انا عندي الفلوس في البنكه ما تضربيش الهم. قالت لها كون كانوا عندي حاضرين هنا في الدار والله تنعطيك. قالت لها قريب داكشي اللي عندك وإلا خاصك عيطي ليا. قالت لها واخا اختي عمرني ما نسالك هذا الخير. مشات منال في حالتها ودات الوليد. نعيمه ورشيد مني جاو كيقول لها كي دوزتي الوقت مع الوليد؟ قالت لهم شوفوا جات امو كتبكي والوليد شم ريحتها وكيبكي حتى هو عطايتو ليها.
ما يمكنش ليا انا نشارك معكم في هاد الذنوب. بقى رشيد ونعيمه كيغوتوا عليها، حنا خلينا لك امانه الدري وعلاش عطيتيه ليها وعلى مالو غلبه. قالت لهم شوفوا، انا نهار تزوجت بك انا ما كنتش ناويه نربيه، وما قادراش انا كل مره تقولوا لي ها احنا قابليه، اللهم تقابلوا امه. المهم ناض الصداع بزاف على ليلى. ليلى ما تسوقاتش لهم لان كانت متاكده بان داك الشيء اللي دارته كان هو الصواب. بعد ما حسوا بهذاك الفراق ديال داك الوليد، رشيد تحركات فيه داك الشي ديال الابوه، يعني حس بان شي حاجه خاصه وشي حاجه ناقصه. ليلى كانت دائما كتقول ليه حرام عليك يا رشيد، علاش ما تجيبهاش تعيش هنايا، وعلاش هذاك التربيه ما يعيش مع مو باه. قالت لي انا منال راها بحال اختي، احنا عايشين بجوجات ما كاين حتى شي مشكل، بحالي بحالها، ما عنديش انا مشكل نهائيا. علاش ما تجيبش هذيك بنت الناس اللي قاصات معاكم وما خسرتش لكم وجهكم مع عائلتها؟ علاش ما تجيبوهاش ترجعوها؟ منها هي فيها اجر ما تكرفش، ومنها حتى وليدها يتربى مع مو وباه. انا راني موافقه عليها. ومنال راها ظريفه وبنت الناس. نعيمه بقات كتبكي وقالت لها ما نكذبش عليك، قالت لها مني حيدت لي الولد راه بحال حيدت لي شي حاجه من قلبي. قالت لها الكبده ديالي، قالت لها حسيت بها طريه في طار منها. رشيد نقص قال لها ما نكذبش عليك الوليده، قال لها حتى انا حسيت بان هذاك الوليد مني مشى من الدار ما حسيتش براسي مزيان. ليلى قالت لهم علاش ما تجمعوش الشمل؟ رشيد قال لهم انا موافق، والام ديالو حتى هي وافقات. ليلى ناضت كتجري اتصل بها وجات وعاشوا كاملين، وكل واحد صح الخطا ديالو.